يا صباح الخير. رمضان صبحي، كابتن رمضان صبحي تحولت قضيته لمحكمة الجنايات. النيابة النهارده امبارح تحول قضية كابتن رمضان صبحي للتزوير، في إن الناس قبضت على واحد جاي يمتحن بدل من كابتن رمضان صبحي. كابتن رمضان صبحي في تحقيقات النيابة قالوا إنه ما يعرفش مكان المعهد فين. هو فعلا انتسب للمعهد علشان تسهيل أوراق السفر والجواز، اللي هو عايز ياخد تأجيل من الجيش يعني. وكمان ما يعرفش مكان المعهد فين وما بعتش حد ما يعرفوش، والراجل دوت تطوع من نفسه. يعني الراجل دوت عرف لوحده كده ان رمضان صبحي عنده امتحان، فراح من نفسه كده يمتحن وقال لهم انا جاي. يعني هو يعرف، هو عارف ان رمضان صبحي مش رايح الامتحان، فراح يمتحن مكانه. المهم يعني بصرف النظر عن رمضان القضاء طبعا هيديله اللي هو يعني ما يستحقه من حكم. الحقيقه رمضان مصمم ان هو يتحفنا بالقرارات الغبيه. في ناس تبقى يعني عايشه ضد نفسها. فرمضان واحده من القرارات الغبيه اللي عملها ان هو يستعين بحد ان هو يمتحن مكانه. ما تروح تمتحن يعني. المهم في امثال كتيره من لعيبه كتيره كانوا منتسبين للدراسه والتعليم وكانوا بيروحوا يمتحنوا، وكانوا الناس بتشوفهم في الامتحانات وموجودين، لان القرار غبي جدا لان الناس كلها عارفاك. يعني انت واحد من الناس المشهوره جدا في مصر، انت بعت واحد غيرك يمتحن ازاي؟ يعني ازاي هتعدي دي؟ انا ما فهمتهوش يعني. المهم رمضان القضاء هيقول قيمته. هو اتحول لمحكمه الجنايات، ولكن موضوع رمضان هيفتح معانا باب لحاجتين مهمين، ملفين مهمين جدا لازم نتكلم فيهم. اولا ملف التعليم بشكل عام، وخصوصا التعليم الخاص في مصر، ومدى جديته ومدى اهميته ومدى فاعليته، وده قلناه قبل كده برضو في موضوع ولاد الدولي. وكمان موضوع الخدمه الالزاميه او الخدمه العسكريه. الحقيقه ان الاثنين دول يا جماعه بعد ثوره 52 وبدا جمال عبد الناصر ينتهج والدوله كلها تنتهج النهج الاشتراكي، كان الحاجتين دول اهم حاجتين بيعملوا مزيج خاص في المجتمع المصري، فكانوا بيخلوا الاندماج غير عادي في المجتمع. التعليم لانه كان كله تعليم حكومي، وبالتالي كلنا كنا بنروح نفس المدارس مهما كانت الطبقات، مهما كنت غني او مش غني، مهندس ابوك، دكتور، غفير، ايا تكن الوظيفه ايه، انت الولاد كلهم كانوا بيروحوا نفس المدرسه. ده كان بيعمل نوع من انواع الاندماج بين طبقات المجتمع المصري، ويخلي الطبقات كلها فيها نوع من انواع التماسك والترابط، لان كلنا بنروح نفس المكان وكلنا بنقعد في نفس المكان وبنكون علاقات مع بعض. مهما كنت انت بتلبس ايه او بتاكل ايه او بتشرب ايه، في النهايه ممكن تلاقي فرد من الافراد اللي قاعدين حواليك مستواه المادي اقل شويه، ولكن بتندمجوا وتبقوا اصدقاء. فكان بيعمل نوع من انواع الاندماج. نفس الشيء كان بتعمله القوات المسلحه، الجيش، ولانه خدمه الزاميه وكلنا بنخش الجيش وكلنا بنعيش نفس العيشه وبنخدم نفس الخدمه وبنروح نفس الاماكن وبنضرب نفس التدريب وبناخد نفس الاوامر وبنطلع نفس الخدمات. ده كان بيخلي فيه تناسق وتماسك وتجانس شديد في المجتمع المصري. والحقيقه ان الحاجه الوحيده اللي نفعه المجتمع المصري لحد النهارده هي الاندماج والتناسق والانخراط مع بعض. التماسك ده المجتمعي اللي بين طبقات الشعب، واللي كان بيشجعه جدا ويعززه ويقويه ويقدره التعليم العام، اننا كلنا نتعلم مع بعض، والخدمه الالزاميه كلنا بنخش الجيش مع بعض وكلنا نتعامل بنفس المعامله. ده كان بيخلي المجتمع متماسك بشكل اعلى واقوى واحسن. لذلك احنا لازم نحافظ على ده، يعني لازم نحافظ دايما على ده، نحاول بقدر امكاننا نحافظ ان احنا نكون متماسكين، لان الحاجه الوحيده اللي مخليه مصر واقفه لحد دلوقتي على رجليها في وسط كل المهازل اللي بتحصل في المنطقه وكل الضغوط اللي على مصر من كل الاتجاهات ومن كل الاشر، يعني من كل صوب ونحب، الحقيقه ان المجتمع المصري مجتمع متماسك. مفيش فيه الفرقه بتاعه الطائفيه، ومفيش فيه الفرقه بتاعه حتى الاندماج السياسي، يعني حتى الاختلافات السياسيه مفيش فيها الفرقه الكبيره اللي تخليك يعني تتناحر قوي. وبالتالي لازم كلنا نتمسك بهذا الاندماج. ارجو ان احنا دايما نشجع على الاندماج بين الطبقات في المجتمع علشان نكون مجتمع واحد متماسك، نقدر ندافع عن نفسنا وندافع عن بلادنا. وكمان لازم
نشجع دور الاسره في المجتمع. دور الاسره مهم جدا في المجتمع يا جماعه، الاسره هي النواه الاولى للمجتمع. فلازم كلنا نشجع ان الاسره تبقى متماسكه وقويه، وكمان الاندماج وان احنا ننخرط مع بعض وكلنا نبقى واحد، ده شيء مهم جدا. اشكركم على المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. سلام عليكم.